الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل أن أبدأ باسمي وباسم كل آل العرجة الموجودون هنا نرحب بالأخ والصديق الدكتور أشرف أبو طه الذي شرفنا جميعا اليوم بوجوده. أنا قادم من القاهرة في محادثات حول المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية. اليوم رابطة آل العرجة ترسخ هذا المعنى بكل ما تحمله هذه الكلمة. حقيقة ما نشاهده اليوم من هذه الرابطة التي لها كل التحية لشيبها وشبابها أبنائها جميعا، الأخوات الإخوة الأطفال، هي تعبير وتجسيد عن مجتمع صغير نأمل أن نصل إليه في كل فلسطين، وهذا ما كنا نبحث عنه. لكم الشكر ولكم التحية على هذه الظاهرة التي نأمل أن تعمم في مختلف وعلى جميع الأصعدة في العائلات والمؤسسات وبين الأفراد، حتى نصل إلى وطننا الكبير فلسطين الذي نحبه ونصل إليه. هنيئا للمتفوقين للمتفوقات. شكرا لأولئك الرجال شباب الرابطة والذين يسعون دائما إلى الوصول إلى الأفضل، إلى التقدم والتميز والجدارة. وفي النهاية شكرا لأخي الدكتور أشرف الذي ساهم ولن يتوانى عن دعم هذه الرابطة بكل إمكانياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.